Polisario. Point. L'Algérie et la Mauritanie sont aussi invités. هي ما نجحش لأن المغرب كان الموقف ديالو بأن الدعوات اللي توجهات ما توجهاتش مختلفة، نفس النص توجه للجميع ونفس الصياغة ستعاود تبان في القرار. هذا اللي خلانا اليوم دونك هذا اللي هو جديد. هذا لو تور دو تابل بدا كيتحدد، بدا كيتطور شويه. سني با انكور لا ريبتور مع منهاسات، ولكن اليوم ما عندناش الاستمراريه لمنهاسات، ما عندناش نفس دونك il y a une évolution. Il n'y a pas encore une rupture, il y a une évolution importante. ما بقيناش في 2+2، ولكن أن كاين اليوم الجزائر بوليزاريو المغرب وموريتانيا كيتشار ليهم بشكل واحد. النقطة الثانية، وهذا كان هو غنمشيو لما نشوفوا لا رياكسيون ديال الجزائر ولا رياكسيون ديال بوليزاريو، بان فين مشى يعني هي في مال هو هذا، لأن الجزائر لو تيرم ماروك لي دو بارتي ماروك بوليزاريو معرضة 5 المرات في الكومونيكي للجزائر، بينما في القرار ما كايناش في 5 الفقرات اللي تزادت ما كايناش ولا مرة هذه الصياغة هذه. النقطة الثانية اللي لي بارتي القرار ما بقاش فيه لي بارتي. القرار كيقول se félicite de l'invitation adressée au Maroc, au Polisario, à l'Algérie et à la Mauritanie. Demande au Maroc, à l'Algérie, au Polisario et à la Mauritanie de واحد اللحظة باش نبقاو كان واحد شوية حنا كنا بغينا ندخلوا العبارة ديال المشاركين لي بارتيسيبون. هما سالاو ب لور دوموند، داروها بصفة لأن حنا قلنا دوموند او بارتيسيبون، بس سالات قالوا and ask them et leur demande. دونك بقات في هذا ملي كتهضر على الأطراف برا. دونك لو تور دو تابل اليوم نسجم مع الدعوة اللي صيفط كولار اللي هي tout le monde a reçu le même texte et tout le monde est concerné ou concerné par les mêmes demandes du Conseil de sécurité. Le Conseil كيهضرش مع المغرب وبوليزاريو والجزائر. هادو جوج فقرات اللي تزادوا في هذا القرار فيما يتعلق بالمسلسل السياسي، وتزادوا 3 الفقرات متعلقين بقرقارات وبير الحلو. هنا نرجعوا شويه نشتو كان deux processus politiques، واحد PP 11 وواحد OP 23 وثلاثة في المسار السياسي في وقف إطلاق النار، جوج في البريامبول وواحد في لو ديسبوزيتيف. نرجعوا شوية اللور. بوليزاريو هذه واحد العامين 2016 وخاصة في 2017 مشات داك لا فيير ديال التيريتوار ليبيري، وحنا غادي نمشيو للقرقارات وقرقارات ديالنا، وحنا غادي نبنيو بير الحلو، غادي نرحلوا بعض المؤسسات بير الحلو. جات التحرك ديال كل القوى الفاعلة في المغرب، برلمان، أحزاب، رسائل جلالة الملك الأمين العام. جا القرار افريل اللي قال بوليزاريو خصكم تخرجوا من القرقارات وخصكم توقفوا على هذه الافعال ديستابيليزاتريس اللي كديروا في بين الحلو. بوليزاريو هذا الضغط هذا مشى قال الكولار حنا راه خرجنا من القرقارات من افريل، وراه حنا ما عندناش النيه اننا نرحلوا ولا مؤسسه بين الحلو هذا. ناض الصداع بيناتهم، ودايوغ الان مازال شفتو عاوتاني بوليزاريو لو بوان كيفاه هذا من لهنا هادشي هذا كله على وقف اطلاق النار باننا راه حنايا ملتزمين ب 91. دونك سي سا كي في على اساس كانوا كيتسناو بان الا قالوا هادشي للامين العام والامين العام كتبوا في التقرير وجا كورين ستيوارت قالوا في البريفين قدام الكونساي، المجلس غيحيد داك الفقره 7 والفقره 8 اللي كانوا في القرار ديال افريل. وغي بالعكس غيرحب بهذا القرار ديال بوليزاريو وبهذه الالتزامات. لونجو بالنسبه للمغرب كان كيفاش ان الضغط ما ينقش، كيفاش لا بريسيون تبقى، وبان واخا كاين هذه الالتزامات خصها تسجل في القرار، لان كان بامكاننا نتجاهلوها.
ولكن كان ضروري انها تبان في القرار بان البوليزاريو كيقول رسميا قرار مجلس الامن بانه ما كاينش في الكركارات، وبانه ما عنده ولا نيه انه يرحل مؤسسات ولا شي حاجه. لا، دونك كان ضروري انها تذكر، ولكن ماشي تذكر على اساس الترحيب او على اساس ان اون ساتيسفاكسيون للمجلس، على اساس ان المجلس شنو استعمل العباره برون نوت انه كياخذ علم. ولكن الباراغراف كيزيد et demande au Polisario de respecter les engagements qu'il a formulés à l'envoyé personnel du secrétaire général. هذا هو لا فراز اللي فات، انه ياخذ علم، ولكن كيطلب من البوليساريو بان المجلس غيبقى حاضر، غادي يبقى متبع. كيطلب من البوليساريو يحترم هذا الالتزام. هذا كان بالنسبه للمغرب اساسي، لان اولا كيحدد شنو هو. وتزادت اللي هو جديد، تزادت التفاريتي. عقلتوا القرار القديم كان فيه بيع الحل وكركارات، دابا ولات بما في ذلك تفاريتي، باش ما هي باش نفداو كاع هذا المشكل ديال شنو هو لو ستاتيو ديال هاد لا زون. سي با ان تيريتوار ليبري، سي با اون زون où le Polisario peut construire ولا agir ولا se déployer، بأن هذه واحد المنطقة اللي الأعمال اللي كتكون فيها خصها تخاد ماشي بالمنطق. أنا شرحت المرة اللي فاتت بأن ما خصش يكون الاتفاق العسكري رقم واحد هو الأساس. الاتفاق العسكري رقم واحد هو اتفاق تقني كيحسب لي فيولاسيون كيسجلهم وصافي. وقف إطلاق النار حاجة أخرى. وقف إطلاق النار سي ان اكت بوليتيكو ميليتير اللي كيكون بناء على واحد تقييم لواحد الوضع. عاد كدير وقف إطلاق النار، ويمكن ما يعتبر بعض الأعمال يمكن ما تعتبرش انتهاك للاتفاق العسكري رقم واحد، ولكن يمكن لها تكون تهديد لوقف إطلاق النار. دونك داكشي علاش المغرب حاول أن المجلس يتبع في هذا المنطق ديال سني با لاكور ميليتير نيميرو 1 هو الأساسي. ما هو أساسي هو وقف إطلاق النار، واللي الطرف اللي عبر على أنه غيدخل في هذا وقف إطلاق النار بنى القرار ديالو على مجموعة المعطيات. إذا تغيرت ذاك المعطيات فيمكن له يتحرر من ذاك وقف إطلاق النار. هذا العنصر هو اللي المجلس ولا اليوم كيهضر عليه ملي كيهضر على بيع الحلول وعلى تفاريتي اللي هما خصنا نكونوا متفقين ما داخلينش في لا زون طومبون بالمعنى ديال الاتفاق العسكري رقم واحد. لأن الاتفاق العسكري رقم واحد اش كيقول المنطقة فيها 30 كيلومتر، كاينة 5 كيلومتر اللي هي اون زون دانترديكسيون اللي هي لا زون طومبون، كاينة 25 اللي هي اون زون دو ريستريكسيون، وفوق 25 راها زون ليبر. هذا هو المنطق ديال وقف إطلاق النار. جا قسم المنطقة هكا، قال هنا كاين لو ديسبوزيتيف دو ديفونس، من جهة الشرق كاينة 5 وكاينة 25 وكاين لو ريست، من جهة الغرب كاينة 30. هاد الخمسة هي لا زون طومبون، هاد 25 زون دو ريستريكسيون، وهادي زون ليبر. من هاد الجهة كاينة اون زون دو ريستريكسيون وكاينة زون ليبر. التفاريتي وبين الحلو خارج هاد المنطقة. الكركارات ب 5 كيلومتر، مي المنطق اللي كان هو ان بعض الاعمال اللي كتكون خارج لا زون طومبون حتى هي عندها تاثير على وقف اطلاق النار، والمجلس خصو يتعامل معها بنفس الصرامه. هذا هو اللي كان داكشي علاش هذا الديبا هذا كان مهم. دونك القرار باش نرجع له هو هاد الخمسه الفقرات، خمسه الفقرات اللي كتحاول توضح لو تور دو تابل ديال لا نيغوسياسيون، شكون هما لي زاكتور دو لا نيغوسياسيون، وشنو هما لي التوجيهات اللي كيعطيهم مجلس الامن في التعامل مع المحطه المقبله اللي هي جنيف، اللي هي حسن النيه، اللي هي التعامل بدون شروط مسبقه، واللي هي ليسبري دو كومبرومي. والعنصر الثاني هو هذا الشيء ديال واش هاد الهضره اللي قال البوليزاريو ديال ما غنكونوش في الكركارات وما غنديرو والو، اسكو سا لو ليبر سا هي وجودي. البوليزاريو شنو الحسبه اللي داروا في الحقيقه؟ بغاو يديروا بحال اللي كان دار المغرب نهار طلب واحد العقاد المينيوكسو، ان المغرب ملي قال ديزونغاجمون تمسح داكشي من لا ريزوليسيون، وكانوا كيتسناو بان الا قالوا راه حنا غنلتزموا وغنديروا
راه غيكون لا ريزوليسيون غتخوا ويقولوا راه صافي سالينا بغينا الصفا. المجلس تعامل بشكل اخر. جوج النقاط اللي بالاضافه لهاد العناصر اللي هي جديده، جوج النقاط اللي خصنا نهضروا عليها. تخلق واحد لونجو اكثر في الصحافه باش ماشي دبلوماسي كان، اللي هو ديال واش 6 شهور ولا عام. ما عمرو كان اونجو المغرب باش نكونوا المغرب كيميز ما بين لا ميسيون دو مانتيان دو لا بي لو بروسيسوس بوليتيك. يمكن تعيش، يمكن مسلسل سياسي يكون بلا تكون عمليه حفظ سلام. كاين في العالم كثار ماشي لا où il y a une médiation ولا une facilitation onusienne, il y a une opération de maintien de la paix. نفترضوا المينورسو مشات، واش ما يبقاش مسلسل سياسي؟ كاين ديفيرونت فاسون في الامم المتحده، كاين اش كيسموا عمليات سياسيه خاصه، ميسيون بوليتيك سبيسيال اللي كتجيري كيلكو كا. كاين بزاف ديال الحالات اللي كيكون فيها ان بروسيسوس بوليتيك بلا ما يكون اون ميسيون دو مانتيان دو لا بي. دونك المغرب ما عمرو ملي بدا كيدير الاهداف ديالو في هاد لا ريزوليسيون ما دارش الموندا لا ديوري دو موندا كوم ان اوبجيكتيف بور دو ريزون. لا ريزون الاولى المغرب ne veut pas ان هذا يكون اداه ضغط، لان بحال لا مينورسو ديالنا ديروا هذه ونردوها 6 شهور، ولا ما درتوش هذه يمكن نردوها 3 شهور، ولا ديروا يمكن تكون كل نهار. زعما سي با زعما المغرب نو جير با لو ساهارا باغ ايشيونس. الحمد لله زعما كاين ضغوطات كل نهار من جهات مختلفه، دونك اون ناتون با. ماشي هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية لأن المغرب كيقيم قرار بالنظر للمضمون ديالو. تكون عطاونا عامين والمضمون خايب، راه قرار خايب. إلا عطاونا 3 شهور والقرار فيه عناصر اللي كتجاوب مع الموقف ديال المغرب، راه قرار المغرب اللي غيكون إيجابي. Et donc la durée du mandat n'a jamais été un enjeu diplomatique. المغرب اللي دار الأولويات ديالو كان عنده جوج الأولويات. Genève, comment l'encadrer pour que Genève ne dérape pas et qu'on ne soit pas dans un menace à bis. Et deuxièmement, l'Est et le Sud, le dispositif de défense, comment l'engagement du Polisario, qu'il s'agisse d'une manœuvre ou d'un engagement réel, soit consigné dans une résolution d'une part, et soit suivi par le Conseil de sécurité pour que la pression qu'on ne desserre pas les taux sur le Polisario par rapport à cette question. هذوما الأهداف اللي كانوا ما كانش زعما لأن بدات بحال كان 6 شهور المغرب خسر، إذا كان عام راه الآخرين ربحوا، زعما هما اللي كيبغاو هذه. المغرب ما عندوش. كانت أطراف مجلس الأمن لأسباب أخرى دفعت على عام، لأن الولايات المتحدة في واحد المنطق ماشي لا مينورسو هي الهدف، كاين هدف بعثات اخرى، والبعثات يمكن بالنسبه لاعضاء دائمين في مجلس الامن عندها اهميه. وبالتالي لو ديبا على الصحراء ما هو الديبي دان ديبا ديال بعثات حفظ السلام اللي كاين منطقين. كاين لا لوجيك ديال بعض الاطراف في الولايات المتحده اللي كتقول quand la mission ne permet pas de réaliser des progrès politiques elle devient coûteuse ما خصناش نخليوها. وكاين اللي كيعتبر بان لو كو دون ولا l'avantage d'une mission de maintien de la paix n'est pas tout le temps à évaluer par l'argent dépensé. يعني كيقولوا بحال مينورسو 50 مليون ديال الدولار سني با ماشي شي حاجه كبيره باش اللي يمكن تولي اداه ديال الضغط. دونك هذا لونجو ما عمر كان 6 شهور 4 شهور. نقولك لان نهار المغرب يبقى يقول انا بغيت عام، يقولوا احنا بغينا شهرين، دونك تنازل على هذه ولا ديال هذه ولا ديال هذه باش تحصل على واحد على داكشي اللي بغيتي في لا ريزوليسيون كونتر اون ديوري دو موندا. ثانيا لو فوت ديال الكونسي هذه المره الثانيه هو مع قرار ما كيدوش les abstentions sont à analyser.
لي زاموندمون اللي داروا لما كان لان القرار تقريبا بدا نهار 18 اكتوبر باش تحط اول قرار. الطريقه اللي ولا بها القرار هي كيكون نقاش مغربي امريكي اولا، كنتفقوا كيحطوه الخمسه ديال الكوب دي زامي، ومن بعد الكوب دي زامي شدوه الكوب دي زامي حتى نهار الجمعه. نهار السبت دارت لا فيرسيون الاخرى، تعطات نهار الاثنين اللي كانز داروا لي زاموندمون ما تقبلوش، ونهار الثلاث جابوا لهم تكست جديد اللي تفوت لا روح. دونك هذه هي الطريقه، يعني بقى بزاف ماروكو امريكان سيمانه، بقى 3 ايام في الجروب دي زامي، ما كانوش تعديلات، كان بالدرجه الاولى من عند روسيا، يعني ما كانش من عند بريطانيا، ما كانش من عند فرنسا، ما كانش من عند اسبانيا، كان من عند روسيا بالدرجه الاولى، ما دازوش. مشاو اللي كان جاو تعديلات من عند بوليفيا، من عند اثيوبيا شويه، جا من عند واحد من عند البيرو، ومن بعد تسحب. الفرق ما بين العام اللي فات وهذا العام هي الصين، اللي العام اللي فات دارت ابستونسيون، العام ما دارتش ابستونسيون، مشات مع القرار، لان كان نقاش مغربي صيني كذلك حول هذا الموضوع. دونك حتى هذا عنصر اخر اناليزي كيفاش كان لو فوت، و سو كي اون في ابستونسيون كيل اي لا ليكتور دي ابستونسيون. شكون اللي دار لا ليكتور؟ سي كو اللي ما عجبوش الحال فاصحابو داروا دي ابستونسيون. انا قلت ني با تكون كانت الكوت ديفوار دارت ابستونسيون، هذه كنشوفوا الناس جهه المغرب، لا بوليفي ما زعما كنعرفوا الموقف ديالها، تكون كانت فرنسا اللي دارت ابستونسيون هذه يكون مشكل. دابا دارتو روسيا لاسباب معروفه. النقطه الثالثه هي لي كومونيكي ديال الجزائر وديال البوليزاريو. ما عندناش نفس القرار، يا اما ما كنقراوش نفس القرار ولا لا. انا كنقول زعما واش عندي هنا، حنا كنديروا واحد ليكزيرسيس في هادشي د لا ريزوليسيون، كنديروا واحد ليكزيرسيس اللي هو هكذا. هذا القرار القديم شنو كيتزاد راه حنا كنديروا تزاد بالخضر راه مزيان، واللي تسمحها تحيدوا دي باراغراف، دونك اللي تزاد 5. المفروض ان زعما التعبير على الموقف من هذا القرار النظر اللي جديد فيه. ملي كان القرار ديال الجزائر مشاو l'Algérie prend acte de la résolution qui encore une fois consacre l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination. الإضافة الثانية هي le Conseil l'Algérie tient à relever que le Conseil appelle de nouveau les deux parties au conflit qu'il a clairement identifiées, à savoir le Royaume du Maroc ou le Polisario, à reprendre des négociations directes. Là, le terme négociation directe ما كاينش، ولا les deux parties Maroc ou Polisario ما كاينينش في هذه الفقرات. On veut parvenir à une solution. L'Algérie, qui a de tout temps apporté en sa qualité d'État voisin, pour mon éclaircissement, je n'ai pas une traduction officielle, mais il y a le préambule un passage où il dit se félicitant de l'engagement des partis et des États voisins. C'est 2004. Non, mais c'est-à-dire, disons, la logique de le texte, une fois qu'il revient à parler des partis, on a tendance à ne lire les partis qu'à l'aune le préambule se félicitant de l'engagement des partis et des États voisins. C'est comme s'il y avait une définition de ce que c'est les partis et de ce que c'est le reste. C'est l'opéra.